صباح الخير يا ليلى. صباح الخير يا طلعت. انا مش قلت لك قبل كده بلاش الزياره في مكان عملي؟ وخايفه من ايه؟ تنطردي مثلا؟ على كل حال انا حاجز لك وظيفه عندي في البيت، وظيفه كتير قوي يتمنوها، لكن المواصفات تنطبق عليك انت، فاهمه؟ يا طلعت ارجوك بلاش الكلام ده. خلاص يا ليلى خلاص، يلا بينا. على فين؟ انا ما اقدرش اسيب شغلي دلوقتي. انت مش عارفه ان النهارده عيد ميلاد ساميه؟ مش عارفه ان لازم اقدم لها هديه كويسه؟ وحد منعك؟ انا موصله على فستان جنان وميعاد استلامه دلوقتي. طب اتفضل بقى علشان تلحقه. ده انا جايب لها الفستان ده عشان خاطرك. ليه هي مش برضو بنت خالتك؟ لكن انا عايز اخطبك انت مش هي. لحد كده وهزعل يا طلعت. من فضلك سيبني اشوف شغلي. مساء الخير. اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيبه. عقبال كده عيد ميلادك ال100. ميرسي قوي يا طلعت. هديه بسيطه مش قد المقام. يا سيدي كتر خيرك. ليلى مساء الخير. الفستان اللي قلت لك عليه. بتأخر قوي يا ليلى، أنا خايفة ما يجيش. ما تقلقيش يا سامي، زمان جاي. كنت بطمنها وانا بتمنى انك ما تجيش الحفله. ايوه النهارده ما كنتش عايزاك تيجي الحفله علشان ما اشوفش قلب ساميه بيتحطم يوم عيد ميلادها يا عادل. اتأخرت كده ليه يا عادل؟ أنا كنت خايفة ما تجيش. وده معقول؟ انا ما لقيتش اجمل من الكتاب ده اقدمه لك في عيد ميلادك. متشكرة خالص يا عادل، أنت عارف أنا قد إيه بحب الكتب. عارف. اتفضل يا ابني. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا ام المدير. ليلى اعملي لي الخدمة دي علشان خاطري. خير؟ أنا خايفة عادل يسألني عن موضوع الكتاب ده بعد كام يوم، فالخدمة بقى إنك تقريه وتقولي لي إيه اللي فيه. حكيم أنا ماليش تقطيع على حكاية الكتب دي. قرايه كتاب جديد خدمه ليا انا. خلاص اتفقنا؟ طلعت. ايوه يا ساميه. اتفضل اسمعنا عشان نبتدي الرقص. عن إذنك يا بابا، أنا هاخد الكابتن عشان لازم أفتح الرقص دلوقتي. تسمح يا كابتن؟ كل سرور، عن اذنك يا فندم. اتفضل. والنبي مش لاقيين لبعض. تسمحي. تعرف يا عادل يا فندم، الكتاب اللي أنت جبته الليلة جميل قوي. انت لسه لحقتي تقريه؟ أنا مش هنام إلا لما أقراه. ده هيسهرك للصبح. ودي مش أول ليلة أسهر للصبح يا عادل. تسهري تقري كتب برضه؟ كتب؟ ده اللي في قلبي يملى كتب كتيرة قوي يا عادل. يما نفسي تكتب اللي في قلبي. تحبيني اكتب صحيح؟ أيوة اللي في قلبي بس. واللي في قلوب الناس. واحنا كمان هندخل في قلوب الناس، خلينا في قلوب بعض. مساء الخير يا ليلى. مساء الخير. أنا مثلا أحبك أكتر ترقص معايا. بصراحة يا سامي أنا ما بحبش الرقص أوي. وأنا كمان كده، اللي أنت تحبه أنا هحبه، واللي أنت تكرهه أنا هكرهه. مش النهاردة بس، هفضل تملي كده. أنت تعرف لما احنا الله، أنت سرحان في إيه؟ لا أبدا. أمال ما بتتكلمش ليه؟ كل سنة وأنت طيبة. والسنة الجاية؟ برضه أنت طيبة. بس كده؟ وتحققي كل أمانيكي. أنت ما بتسألش نفسك عن حاجات بتحسها كده؟ بسألها يا سامي. وبعدين؟ وبعدين بعرف الأجوبة. طيب إيه هي الأجوبة دي؟ هعلنها الليلة، بس ربنا يوفقني. طيب قولي النتيجة دلوقتي. ما أقدرش أتكلم دلوقتي. على أي حال يا عادل أنا عارفة النتيجة، وموافقة يا عادل، موافقة موافقة بالثلث كمان. اسمعوا، عادل هيخطب دلوقتي. هيعلن إنه إيه يا عادل؟ قول لهم بقى. أنا عاوز أعلن سروري بالحفلة دي، وعاوز أقول إن الإنسان ما يقدرش يفرح لوحده، لازم يشاركوا في الفرح قلوب غير قلبه. وأنتم وجودكم هنا هو اللي بيدي للحفلة دي كل بهجتها وكل حيويتها. وكل سنة وأنتم طيبين. والسنة الجاية إن شاء الله يا سامية نشوفك ست بيت ونتعزم عندك، بس اوعي تنسينا.
فضلت اهرب منك طول الحفلة علشان كنت خايفة من اللحظة دي، خايفة من اللحظة اللي كل بنت بتتمناها من كل قلبها. انا عندي كلام كتير يا ليلى عايز اقوله لك. صح انا بتكلم قليل معاكي، لكن ده شيء له سبب، وهصرحك بيه لاول مره. تسمح؟ لو سمحت. متشكر. ولا ايه يا ليلى؟ الكابتن عادل ده لطيف قوي. اسمع الله من فضلك، في تليفون عشان الاستاذ طلعت، واحده ست. حاضر. فيه تليفون علشانك يا استاذ طلعت. علشاني انا؟ ايوه يا فندم. انا مش فاضي. قول لي مين اللي عايزني؟ واحده ست على التليفون. واحدة ست. على اذنك بقى. نكمل رقصتنا. لطيف قوي الاستاذ طلعت. انا عاوز اتكلم معاكي لوحدينا يا ليلى، في موضوع مهم جدا عاوز افاجئك فيه. خير، تسمحي لي ليلى؟ اتفضلي. انت هربتي ليه؟ لازم التورته ما عجبتكش. بالعكس دي كانت طعمة خالص. السعادة اللي طول حياتي بستناها قدامي ومش قادرة امدلها ايدي ولا قادرة ارفضها. لو طوعت قلبي وحققت سعادتي هحطم قلب سامية وسعادتها، ومش هيقدروا ولا هيفهموا. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ وما قالتلكش على اسمها؟ والله مش انا اللي رديت عليها، ده الاستاذ عادل. الاستاذ عادل؟ ايوه يا فندم. اسمح لو سمحت. سمحت. الله، امال فين ليلى؟ وليه سامية مش عاجباك؟ لا لا ابدا ابدا. الحمد لله اللي لقيتك هنا، ليه؟ عشان اقدر اقول لك اللي كنت عايز اقوله لك. ايه مش عايزه تعرفي المفاجأة؟ ازاي بقى؟ خير. غمضي عينيكي. ليه يا عادل؟ عشان المفاجأة. غريبة، النهارده عيد ميلاد سامية مش عيد ميلادي انا. المفاجآت ما تعرفش عيد الميلاد. غمضي عينيكي. حاضر. إذا وافقتي هكون أسعد إنسان. لكن يا عادل، موافقة يا ليلى؟